وصفة النهاردة من الوصفات اللي تقدري تعتمدي عليها، لان ممكن تعملي منها كمية وتستخدميها وهي باردة. هنحضر النهاردة صدور الفراخ المدخنة او الصدور الباردة بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله لما هتجربيها هتعجبك. وعلشان نحضرها بسم الله في الاول كده هنحتاج لصدر فرخة كامل، وعلشان نتبلها هنجيب ورقة زبدة او كيس مفتوح، وهنحط نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة جنزبيل بودر، وزيها بالظبط فلفل اسود، وهنحط كمان نص معلقة صغيرة بهارات فراخ، ورشة زعتر بس رشة كبيرة شوية، يعني برضو نص معلقة صغيرة زعتر، ورشة شطة ودي اختياري. هنقلب البهارات مع بعض كويس قوي، وهناخد منها مقدار معلقة صغيرة او معلقتين، وهنركنهم على جنب. بعد كده هنوزع البهارات على ورق الزبدة، ونجيب صدور الفراخ بعد ما نكون غسلناها وصفيناها من المية كويس، هنبتدي نغلفها بالبهارات بالشكل ده. هوزع البهارات تاني، وهجيب صدر الفرخة التاني وبرضو هبطنه او هغلفه بالتتبيلة بالشكل ده. بيكون في جزء صغير تحت، فده ممكن احنا نسيبه ونسويه مع الصدور زي ما هي، او ممكن احنا نشيله. بعد كده هنجيب خيط المطبخ او اي خيط عندك بس يكون تخين شويه، هنبله بالميه، ومن فوق كده من عند صدور الفراخ من عند الكتله الكبيره هنلف دايره كده ونربط الخيط كويس. بعد كده هتلفيه على ايديكي بالطريقه اللي هتشوفيها دي. نعيد تاني، نلف على ايدينا كده ونفوت الخيط من تحت، وبعد كده نشد طرف الخيط من فوق، يبقى كده احنا عملنا حلقة حوالين صدر الفرخ. هنكمل بنفس الطريقة لحد ما نخلص، وناخد باقي الخيط ونلفه من فوق بالطول، وبعد كده هنربطه من تحت، وبكده صدور الفراخ اتربطت معانا. طب الطريقة دي صعبة؟ ملناش دعوة بيها، نشوف الطريقة السهلة. هنربط برضو صدر الفرخة من فوق بالخيط، نلف كده الخيط دايرة ونعمل عقدة ونربط كويس قوي. المهم ان احنا نشد الخيط واحنا بنربط. بعد كده نجيب طرف الخيط ونمسك صدر الفرخة بالشكل ده، ونبتدي نلف حلزون حوالين صدر الفرخة، على طول على طول على طول، داير ما يدور. وكل شوية تلفي لفة وتسيبي مسافة كده صغيرة ما بين اللفة والتانية. كده خلاص ضغطنا صدور الفراخ كويس بالخيط، وبقت على شكل مدور. وضروري ان احنا نعملها بالخيط علشان في التسوية تبقى مظبوطة. خلاص كده خلصنا صدور الفراخ، هنبتدي نسويها بشكل سهل وسريع. هنجيب الكيس الحراري وهنحط صدور الفراخ جواها من غير اي سوائل ولا اي حاجة، هي هتستوي لوحدها كده من غير اي اضافات. هنقفل الكيس كويس. بعد كده هنحط الكيس على صينية ونعمل فيه فتحة صغيرة او بالخلة او بالسكينة الرفيعة. ولو ما عندكيش الكيس الحراري تقدري ان انت تسوي في صينية الاكل، بس هتغطيها من فوق بورقة زبدة وتغطيها بالفويل او بغطاء الصينية، مفيش مشكلة، وتحطيها برضو في الفرن. وعلشان تسويها هتدخليها فرن سخن مظبوط على درجة حرارة 220، الرف اللي في النص والنار شغالة من تحت بس، وهتقعد معاكي من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. بعد ما طلعت الفراخ هجيب معلقة البهارات اللي كنت شايلاها على جنب، وهحط لها معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، وهو ده الصوص اللي هيديني طعم وريحة الفراخ المدخنة. طب لو ما عندكيش صوص الباربيكيو يبقى هتستخدمي البهارات مع معلقتين كبار زيت. وفي كل الأحوال هنحط الزيت، بس للأسف الإضافة دي ما بانتش في التصوير. يعني البهارات هحط لها معلقتين كبار صوص الباربيكيو مع معلقتين كبار زيت، وهقلبهم مع بعض. وهجيب الفراخ اطلعها من الكيس، ونخلي بالنا قوي لان الكيس بيكون جواه كميه كبيره من البخار، فنحاول ان احنا نقصه بالمقص ونبعد ايدينا خالص عن البخار. بعد كده هنحاول ان احنا نشيل الخيط من على صدور الفراخ وهي دافيه. بلاش وهي سخنة عشان ما تتلسعيش، لكن ما تسيبيش الفراخ لحد ما تبرد، حاولي تشيلي الخيط وهي دافية. بعد كده هنجيب التتبيلة اللي حطينا لها صوص الباربيكيو والزيت، وندهن صدور الفراخ. طيب احنا نسينا نشيل التتبيلة، مفيش مشكلة، ادهني بصوص الباربيكيو مع الزيت. ولو ما عندكيش الصوص ده تقدري تدهني بمعلقة كاتشب. تمام. هناخد الفراخ علشان نديها تشويحة بسيطة على النار. هحط في الصينية معلقة زيت كبيرة، والنار عندي وسط، وهبتدي ان انا اقلب صدور الفراخ على كل جنب لحد ما تاخد لون ذهبي. هتاخد 3 4 دقايق على النار وتبقى باللون اللي انت شايفاه ده. طب لو انت مش عايزه تسويها على النار كده او تديها اللون ده على النار، تقدري تدهني صدور الفراخ بمعلقه زيت مع الصوص اللي قلنا عليه، وتدخليها تحت الشوايه وتقلبيها مرتين 3، هتاخد برضو اللون ده.
بعد كده هنسيبها تبرد تماما ونبتدي نقطعها لشرايح. السكينة ما كانتش قد كده، فأنا بدلتها بسكينة تانية رفيعة حامية شوية علشان تتقطع معايا شرايح. طيب هنا بقى علشان تتقطع وتبقى الشرايح ناعمة ورقيقة جدا، لازم تسيبي الفراخ ساعتين على الأقل لحد ما تبرد خالص، وتبتدي تقطعي أو تسيبيها طول الليل في التلاجة وتقطعيها تاني يوم، هتديكي نتيجة ممتازة في التقطيع. وميزة الصدور دي إن هي سهلة أوي في التحضير، وتقدري تعملي منها كمية كبيرة وتحتفظي بيها في الفريزر، تطلعي الكمية اللي انت عايزاها وبتتاكل وهي باردة، طعمها بيكون جميل جدا. ويا سلام لو طفيتي كمان معاها فحمة، كده هتكون مدخنة بجد. جربوا طريقة النهاردة وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، والسلام عليكم.